كنبداو العام الجديد ولا اي مرحله جديده في حياتنا، وفي الداخل ديالنا حماس كبير. كنقولوا هاد العام خاصو يكون مختلف، غادي نبدل حياتي، غادي نولي منظمه، غادي نهتم براسي، غادي نصلح علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، وغادي ننجح. ولكن بعد ايام كنحسوا بواحد الثقل او واحد الضغط، وكنحبسوا كلش، وكنبقاو نتسائلوا علاش ما قدرتش نكمل، علاش ديما انا كندير بحال هكا، كنبدي في الحاجه وما كنكملهاش، وما كنلقاو حتى شي جواب على هاد الاسئله. اليوم غادي نجاوبكم عليهم، وغادي نقول لكم المشكل فين كاين. المشكل ماشي فيك، وماشي حيت انت ضعيفه، المشكل في الطريقه اللي كتختاري كيفاش تبدلي بها حياتك. الخطأ اللي كديري كتبغي تغيري كل شيء خطره واحده، من العادات والعلاقات والاكل والتفكير الى غير ذلك. كتجيبي واحد لاجوندا نتاعك ولا الدفتر ولا ايتها حاجه وكتكتبي عرة نتاع الاهداف، وهذا الشيء كيكون ثقيل بزاف على العقل، حيت العقل ديالنا كيبغي الامان، كيخاف من التغيير المفاجئ. منين كتحمليه اكثر من الطاقه ديالو كيقاوم وكيخليك توقفي كلش. خاصك تفهمي حاجه مهمه، تغيير ماشي قفزه كبيره، تغيير خطوه بخطوه، بحال الدروج، درجه بدرجه. الا لا بدا غير بعاده سهله بسيطه ما فيهاش الضغط. الى داك النهار رتبتي غير بيتك ولا قريتي ساعه، راه انجاز. ما تبقيش تستهني بهذا الشيء الصغير. ماشي كل شيء خصك ديريه في نهار واحد، خصك تفيقي بكري، خصك ديري الاكل الصحي، خصك ترتبي بيتك، خصك لا. الا درتي غير حاجه وحده داك النهار فرحي بيها. وكاين شي بنات كيقولوا مثلا الا ما درتش ديك الحاجه على اكمل وجه ما نديرهاش، ولكن هذا الشيء خطأ، حيت الكمال ما كانش، الكمال لله وحده. الا درتي الحاجه بنص الطاقه خير ما ديريهاش كاع. ولا شي نهار عييتي ولا نسيتي ديك الحاجه ما درتيهاش، معليش، ما كان حتى شي مشكل، ارتاحي واحد الايامات ورجعي تاني. المشكل ماشي في انك ديري الحاجه مثلا وتحبسي وديري وتحبسي، المشكل في انك تحبسيها نيشان وما ترجعيش. ودابا وصلنا لاهم حاجه اللي انا كنشوفها مهمه بزاف بزاف بزاف. ما تبقايش تقولي انا ما صالحه لوالو. هذه اكفس حاجه كتقولها البنت لنفسها. ما تقارنيش راسك بناس اخرين. كتدخلوا الانستغرام، هذه هي المشكله، كتدخلوا الانستغرام ولا الفيسبوك ولا اي حاجه وكتبقاو تقارنوا الانجازات نتاعكم مع وحدين اخرين، وتقولوا شوفوا هي بيتها منظمه، كدير الاكل الصحي، مثلا كتراجع مثلا 4 ديال السوايع 5 ديال السوايع، انا ما كندير حتى شي حاجه من هذا الشيء. لا، ما تقارنيش. كل وحده فينا عندها طاقتها وعندها ظروفها، خصك تمشي على قد طاقتك، فلوسك، ظروفك. وخص يكون داك التغيير اللي راكي بغيه تغيريه كيهمك انتي، نفسيتك انتي وراحتك انتي، ماشي باش ترضي الناس ولا باش تعجبيهم. داكشي اللي كتشوفوه في مواقع التواصل الاجتماعي راه ماشي هو الحقيقه. اي واحد يوري اللي بغى، يحط حداه كاميرا ويوري اللي بغى. يقدر هذيك اللي حطت داك الفيديو راه غير داك النهار اللي رتبت فيه بيتها وكلات اكل صحي، اما ما وراء الكاميرا راه كاين حشله حوايج. يعني نتوما اولا انت اللي باغيه تغيري، خص داكشي يكون كيهمك انت، ماشي باش الناس ترضى عليك. وديري نيه صافيه وخلي النتيجه بيد الله ان شاء الله. وما تزربيش على النتيجه، ماشي خص النتيجه تبان لك في السيمانه الاولى، لا، ركزي غير على اليوم، غير على الخطوه اللي قدامك، وبدلي بهدوء خطوه بخطوه وبحب. ونعاود نقولها، ما تقارنيش البدايات ديالك بنهايات شي واحده اخرى. الرحله ديالك نحو التغيير خصها تمشي بالايقاع ديالك. ودابا بغيتك تكتبي لي في لي كومونتير شنو هي العاده الصغيره اللي بغيتي تبدلي. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.